اطلع بره اهو. اطلع 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 عشان انت ما انتش محترمين. اطلع اطلع اهو. ايه يا شيخ لا ما هماش محترمين. لا عاملين هيصه عاملين دوشه على شيخ مبهدلين الدنيا. لا استنى مبهدلين الدنيا خالص. صلى الله عليه وسلم. العيال دول طب اسمعني انا عارف ان هم مبهدلين الدنيا. المسجد تعالى حبيبي مبهدلين الدنيا. بص يا عم صلاح صلى على رسول الله. اولادهم يا عم صلاح بعد 10 سنين هيبقوا رجاله كبار. احنا هنموت وهم هيبقوا في الجامع يا عم صلاح. هم اللي هيمسكوا الجامع بعدنا. هم الشباب احنا عاوزين نعلمهم. انا عاوز اقول لك يا عم صلاح ازاي نخلي الاولاد ده هم اقعدوا يا حبايبي اقعدوا. ازاي نخلي المسجد صورته كويسه مفيش دوشه. لا ده تيجي ورا عيل بيغشه هيجري بره يا عم صلاح وما عادش هيجي يخش يصلي تاني. بص يا عم صلاح في ناس كتير كانت بتصلي وبعدين ناس جرت وراه وهي عيال صغيره ما عادش دخل المسجد تاني. عاوز اقول يا عم صلاح دول ولادنا كلهم. ده هم ولادنا ودول شبابنا ودول حبايبنا. اعمل معاهم ايه؟ مشكله الامام يا عم صلاح مشكلته ان قبل ما يقول استووا لازم يوزع العيال دول على الصفوف ويفرقهم. والعيل ده اللي بيعرف يتوضى وما شاء الله بيعرف كذا وجاي يصلي فاحنا ما نحرموش من بيت ربنا. العيل ده لو اتطرد من الجامع هيروح القهوه هيشرب بانجو هيشرب حشيش. نطبطب على العيال ده هم دول كلهم ولادنا. عاوز اقول لك يا عم صلاح النبي قال لنا علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. الضرب ضرب تأديب يا عم صلاح. مش هنيجي ورا العيال دول ابدا. دول مش عيال دول رجاله صغيرين في السن محتاجين اللي يحتويهم. معلش يا عم صلاح سامحني. بصوا يا شباب انا عاوز اقول لكم اقعد يا عم صلاح اتفضل. عاوز اقول لكم اقول لك يا عم صلاح واقول للرجاله اللي قاعدين ده هم ان الولاد ده هم احنا ممكن نعمل ايه؟ تيجوا يا اولاد يا حبايبي اول ما تخشوا الجامع تيجوا متوضئين صح. تيجي تمام كده. رقم 2 تخش المسجد بهدوء وبسكينه وبوقار وبعدين تيجي تصلي مستقبل القبله بتاعتك واقف بتصلي ومعاك بتقول يا رب وتدعي ربنا تقول رب اغفر لي ولوالدي ولاحبابي جميعا وتصلي ومالكش دعوه بحد خالص عشان ربنا يرضى عنك. وعاوز اقول ان المسجد له ادب المسجد له ادب. بدل ما حد يجري وراك وعمك صلاح خايف على الجامع عشان بينظف الجامع والعيال بياكلوا لب في الجامع. قال لي قبل كده بياكلوا لب واللي رامي بذره التمره واللي رامي ورقه واللي عامل كذا واللي رامي منديل. لا الجامع ده مفروض هو بيت كل مسلم. المسجد ده بيت مين يا شباب؟ المسجد بيت كل مسلم. فاحنا نخاف على بيت ربنا زي ما بنخاف على بيتنا بالظبط. واحنا جايين نصلي يعني جايين نعبد مين يا شباب؟ ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاحنا جايين نعبد ربنا ما هوش ملعب ما هوش مكان نلعب فيه. مكان للعباده ندخل بالراحه وبهدوء وبسكينه وبوقار علشان ربنا سبحانه وتعالى يحبنا كلنا. بصوا يا شباب انا عاوز اقول لكم حاجه تسمحوا لي. عاوز كل واحد فيكم بكره هو جاي يجيب 5 من صحابه 5 من صحابه وهو جاي يصلي. ليه تجيب 5؟ علشان تبقى انت بتخاف على دين ربنا. تعرفوا سيدنا علي بن ابي طالب كان الفدائي البطل نام في فراش الرسول وهو في ايه زيكم كده في نفس اعماركم دي. كان قدم للاسلام خدمه كبيره خدمه عظيمه خدمه كبيره جدا. تعرفوا سيدنا معاذ ومعوذ ابن عفراء كانوا صغيرين سمعوا واحد بيشتم النبي كان اسمه ابو جهل. بيشتم مين؟ بيشتم النبي ابو جهل. فطلعوا يجري زعلانين كل واحد جاب سيفه الصغير سيفه وطلع يجري ويدور. فلقى واحد اسمه عبد الرحمن بن عوف احد العشره المبشرين بالجنه. قال له يا عم فين ابو جهل؟ قال له ليه؟ قال له سمعت ان هو بيشتم النبي. بيشتم مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. قال له هتعمل بيه ايه؟ قال له والله لئن رايته لا يغادر سواده حتى يموت الاعجل منه. يعني انا لما اقابل ابو جهل ده اما قاتل يا مقتول. بيشتم النبي بيخاف على دينه بيغار على اسلامه. فاحنا لازم نخاف على ديننا ونقدم حاجه لديننا. تعرف احسن حاجه تقدمها لدينك ايه؟ انك تبقى ولد مؤدب تسمع كلام ابوك وامك بتحافظ على صلاتك ما بتمشيش مع العيال الوحشه اللي هي بتشتم وتقول الفاظ قبيحه. ولو شفت واحد بيشتم يقول لفظ قبيح تقول له اتق الله خاف من ربنا وتعالى نصلي عشان ربنا يحبك. هو كده الولد المؤدب الولد اللي بيحب ربنا لازم يعمل ايه؟ لازم يكون متفوق في دراسته
متفوق في دراسته، متفوق في مدرسته، متفوق في شغلته. لازم تكون متفوق، تكون الاول، وتتجدعن في المدرسه، وتتجدعن في دراستك، تبقى كويس، بتصلي، مؤدب. هتخش الجامع هتلاقي عمك صلاح يقول لك ايه؟ تعالى يا حبيبي اقف هنا، اللي يقول الواد ده مؤدب، الواد ده ما شاء الله كويس. لكن عيل بيلعب في الجامع لا، مش عاوزين حد يلعب في الجامع. قام الطفل الثاني قال له فين يا عم ابو جهل؟ قال له ماذا تصنع انت الاخر بابي جهل؟ قال له ان رايته لا يغادر سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. تعرف عمل ايه يا خالد؟ وابو الاثنين واقف عبد الرحمن بن عوف بيقول فتمنيت ان اكون بين صقرين. تعالى مؤمن كده، فتمنيت ان اكون بين صقرين من المسلمين، شابين كبار بس دول صغيرين في السن. قام عامل ايه؟ اول ما بص كده لقى ابو جهل ماشي، قال له هذا صاحبكما فانقض عليه كالصقرين. انقض عليه كالصقرين، قتلوا ابو جهل، قتلوا فرعون الامه اللي كان بيشتم ربنا وكان بيشتم النبي محمد. احنا مش عاوزين يا شباب ومش عاوزين يا رجاله ان حد يشحتنا من الجامع. الجامع ده بتاعكم، وانتوا بعد 10 سنين المفروض تكونوا حافظين القران، صح؟ المفروض الجامعة تحفظوا القرآن عشان تقفوا أئمة بينا، علشان تطلعوا تخطبوا بينا، عشان توعظوا الناس، تعلموا الناس الخير. انتم يا شباب، انتوا يا رجالة، انتوا يا رجالة اللي عليكم سواعد الأمة. الأمة محتاجة للناس المؤدبة، محتاجة الناس الايه؟ المؤدبة. اقعد يا مؤمن، محتاجين يكون عندنا شباب مؤدبين خايفين من ربنا سبحانه وتعالى، بيصلوا، بيحبوا ربنا، بيحبوا الخير للناس. هو ده ديننا. ديننا يا عم صلاح. الشباب دول هيوعدوك هيخشوا الجامع نضاف. تعالى يا عم صلاح، هيوعدوك ده هم. بصوا يا شباب، عم صلاح ما عادش هيشتم حد ولا هيضرب حد، تمام كده؟ وهيقول لكم يا جماعه تعالوا، بس تعالوا مؤدبين، تعالوا وانتوا لابسين هدومكم نظيفه زي ما انتوا كده، بس تعالى وانت متوضي في بيتك. توضي فين؟ في بيتك. تدخل تدخل الحذاء بتاعك في الجزامه، تمام كده؟ وانت طالع بعد الصلاه تمشي بالراحه عشان الناس تقتدي بيك، تكون قدوه. هيكونوا قدوه يا عم صلاح. ما عادش حد هيشتم، ما عادش حد هيلقى حد بحاجه، وهيمشوا مؤدبين. وان شاء الله ان شاء الله يا عم صلاح ده همت هتلاقيهم بعد 5 6 سنين هم اللي بيصلوا بينا يا عم صلاح. انا بكره اموت يا عم صلاح، وانت بكره تموت، ويديك طول العمر يا رب وحسن العمل. فاحنا عاوزين دول يبقوا مكاننا، دول ولادنا دول. بص يا عم صلاح، مفيش حد في الدنيا بيحب حد يبقى احسن منه الا الاب. عاوز ولاده احسن منه، واحنا دول ولادنا كلهم يا عم صلاح عاوزينهم احسن مننا، عاوزينهم يقربوا من ربنا، عاوزينهم يصلوا. والله يا عم صلاح انا بشوف العيال بيشربوا بانجو في الشارع ببقى زعلان، ببقى ندمان، ببقى عاوز اجيبهم، بقعد اكلمهم يا عم صلاح. فاحنا الحمد لله دول اجم وعيال مؤدبين، واهلهم كلهم يا عم صلاح ان شاء الله يبقوا مؤدبين يا عم صلاح. اوعدوا يا عم صلاح انكم تبقوا مؤدبين، هيبقوا مؤدبين ان شاء الله، وهيصلوا الصلاه في وقتها، وهيبقوا كويسين، ومش هلعبهم، وهيجوا هدومهم نظيفه ان شاء الله. ماشي يا عم صلاح، ربنا يبارك فيك. وانا ابوس بقى يا عم صلاح، الله يكرمك، ابوس عم بقى يا عم صلاح. ما عادش حد ان شاء الله هيشتم، بس عشان خاطر عم صلاح ما عودش تشتم حد، لا خلاص، ولا تضرب حد. ادب خلاص. ادب. ولو حد يعمل حاجه كلمني، تمام، انا متكفل. بس برضه يا عم صلاح المفروض الامام يفرقهم في الصفوف، مش هيعملوا دوشه. تمام، مش هيعملوا دوشه. احنا كنا صغيرين ما كناش بنيجي نصلي، والحمد لله دول احسن مننا الوقت يا عم صلاح، دول كلهم احسن مننا. ربنا يحبك يا عم صلاح، واحنا سعداء بالشباب دول، وربنا يحبوك يا شباب. قولوا رب، يلا يا شباب، وربنا يهديكم. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب قولوا كده، رب اغفر لي ولوالدي وللشيخ سعيد. قولوا كده، رب اغفر لي ولوالدي وللشيخ سعيد وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. يا رب اصلح اولادنا، يا رب اصلح اولادنا، واجعل ابناءنا صالحين مصلحين نافعين لانفسهم ولاهليهم ولامتهم. يا رب احفظ مصر. قولوا امين. يا رب احفظ مصر، يا رب احفظ مصر واهلها وشعبها وجيشها، واجعل مصر في امان، واجعل مصر في ضمانك يا رب العالمين. قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقول قولي هذا واصلي واسلم على رسول الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وابوس مع عم الله يبارك لك. الله يسلمك.